ازيكم عاملين ايه؟ يا مساء الفل عليكم لو انتم بتشوفونا بالليل، ويا صباح الفل عليكم لو انتم بتشوفونا الصبح. وكل سنه وانتم طيبين عشان احنا في رمضان. النهارده بقى جايين معاكم بفيديو جديد، فيديو تحدي الاسئله المحرجه بيني انا واتش، وهنشوف بقى مين اللي قلبه جامد وهيجاوب على الاسئله ومين اللي مش هيجاوب. طب اللي مش قلبه جامد، اللي مش قلبه جامد بقى يا جماعه أيوة. هنحط عليه دقيق، يا انا هحط عليه دقيق يا هو هيحط عليا دقيق. يلا بينا نبدا الفيديو، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا حركتنا ورجعنا لكم تاني يا جماعه في تحدي الاسئله المحرجه، وهنشوف مين اللي هيبدا يسال التاني. هنعمل كده هوب. ملك ولا كتابه؟ ملك. هوب اللي جه ايه؟ اللي جه كتابه. انا اللي اسالك. هوبا جامد. يلا بسم الله. هوب 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 هوب. ايه اكتر اسم كوميدي بيتقالك او بيتقالك؟ اكتر اسم كوميدي بيتقال لي تقوليه دلع يعني. اسم كوميدي، انت لما حد بيندهوا عليك بيبقى ممكن دلع بس مضحك. لا مفيش. هو في اسم اللي هي اسماء الدلع بتاعتي. وما قوليها عشان الناس تعرف احنا مسمين القناه هتدور الريفي فود برضه بالمره. هدوره، تمام، دودو، دوده، ديدي. بس ده مش كوميدي. انما انت عندك الكوميدي مفيش. لا ما خلاص ماشي، ابدا انت. يلا بسم الله، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليه. يلا 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 عشان عارف اسئلتك. اكتر صفه ايوه بتكرهها في نفسك. اكتر صفه بكرهها في نفسي قطعا اجابه مره واحده. العصبيه. طبعا انت هتقول لي العصبيه. اختك من زمان وعارف. اختي من زمان. العصبيه فعلا، العصبيه وحشه. بس ده بنعمل ايه؟ طب انا عايز يغير، يعمل ايه؟ يلعب يوجا بقى. يغير من فعلا. ايوه يعمل يوجا. انا بقى اسال، ايه اكتر حاجه مش بتحبيها في شكلك؟ انا هتقوليها ماليش دعوه، هتقوليها. بس يا جماعه اكتر حاجه مش بحبها في شكلي بجد. أيوة. والله مناخيري. يعني بجد مناخيري. احييك على صراحتك. انا صريحه جدا. انت احييك على صراحتك. انا صريحه لا جدا يا جماعه. احييك على صراحتك. اكتر حاجه بجد بحبها مش بحبها في شكلي، يعني هو طبعا يعني خلقه ربنا. طبعا. وطبعا كل واحد فينا شكله عاجبه. طب انا عايز اسالك سؤال تاني. مش بقى انا مش كاتبه هنا، بس طالما جه بقى في انت جاوبتي. لو ربنا كرمك واداكي ربنا كرمك فلوس، هل طالما هي بقى مش عاجباكي هل ممكن تعملي عمليه تجميل؟ لا ما هي مش عاجباكي. لا ليه بقى؟ احكي على صراحتك. ليه بقى يا جماعه؟ هي مش عاجباني كل حاجه يعني. كان نفسي بس ان تبقى كينجه شويه. بس والله بجد. بس من الواحد بيشوفه لا اخاف يعني. طب معلش السؤال التالت مش مكتوب هنا، بما اني برضو لا ما هو مرتبط. مرتبط. هل حصل لك تنمر قبل كده في مدرسه، في كليه، في شغل، في اي حاجه بسبب مناخيري؟ يعني حد قال لك في حاجه كده؟ لا خالص. انا كل الناس يعني عاجباها شكلي. استني وريني بقى، وريني. خدي كفتك وخديها تاني. في الصور يا جماعه بحس ان انا مناخيري بتنفش شويه كده. بس ما علشان الكاميرا بتنفش. بس عادي بتعايش. هي دلوقتي نفشه بجد. نفشه. نفشه ولا قفشه؟ طب يلا بينا، انت بقى عليك الدور. بسم الله. لحد دلوقتي احنا لسه محدش حد ايد. محدش، كله بيجاوب. امتى اخر مره ضحكت من قلبك؟ اخر مره ضحكت من قلبي كان من يومين. كان في مسلسل بتاع اشغال شقه، لما مصطفى غريب راح قال له دكتور حمدي اللي هو هشام ماجد، قال له ده كان الكبده بتاعت الراجل. ايوه الكبده اللي كانوا حاطينها عشان يفحصوها. ايوه فكانوا كبده الراجل الميت. وكان مصطفى غريب بقى كان شكله عالي، انت اكلت الكبده كان ده ضحكت من قلبي جامد يعني. يلا بينا. هل بتحبي فعل الخير؟ طبعا. اخر فعل خير عملتيه كان امتى؟ بص هو انا ما بحبش اقول. لا انا ما بقولكيش عملتي ايه. اخر مره عملتيها. السؤال واضح. والله يا جماعه يعني كل ما الواحد بيشوف حد محتاج بيعمل فعل خير، بس ما مش متذكره امتى بالظبط الصراحه. بس طبعا فعل الخير لا يعني مش متذكره امتى. لا من فتره بعيده. لا سنه. لا ثلاثه. لا والله يعني من يومين او ثلاثه والله. لا انا بقول لك من سنه، من سنتين. لا والله من يومين او ثلاثه. لا والله انا بحب اعمل فعل خير جدا، وما بحبش اشوف حد محتاج حاجه، ولو اقدر يعني اعمل حاجه واقدر اساعد. ربنا يكرمك. يلا خشي فيا بقى، خشي فيا في السؤال ليا. يلا. ايه اكتر موقف محزن عدى عليك في حياتك؟
يا انت كاتبالي السؤال ده. اكتر موقف محزن حصل على الساعات في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايوه ايه الايرور لا ده؟ ما السؤال يعني كان من السنه اللي فاتت لما دخلت المستشفى. السنه اللي فاتت كان زي منه، كان دي اصعب فتره، وانت ساليه وعارفه انا هجاوب كده عشان مفيش اي اصعب فتره عدت في حياتي غير اللحظه دي. ما دخلتش مستشفى في حياتي غير لما دخلتها في رمضان السنه اللي فاتت، وقعدت اسبوع وكانت ايام منيله، بس الحمد لله يعني عدت. الحمد لله ان هي عدت. الحمد لله. كانت اصعب فتره في حياتك. الحمد لله. من هو اكتر اكتر ايه؟ من هو اكتر شخص حبيتيه قوي ولازم تجاوبي؟ اكتر شخص حبيته قوي قوي، وما تقوليش اخويا ابويا امي، لا اكتر شخص حبيتيه قوي بعيدا عن العائله الكريمه. مفيش. امي هي اكتر شخص انا بحبه قوي، اكتر من اي حد. انا عارف. لا حد تاني؟ لا مفيش خالص. هي امي. تابعني في عينيك اهو. لا وبابا كمان والله يعني بابا وماما الاثنين دول تعبوا عشاننا كتير جدا وشقيوا عشاننا كتير جدا، ويا رب كده ربنا يدينا ونقدر بس نعمل اي حاجه نرد جميل بس من اللي هم عملوه معانا يعني. انا كده عارفه هعمل ايه، هشغل في المونتاج موسيقى حزينه واعيط الناس. يلا مين عليك دور؟ انا. انت لسه لا مين اللي سأل؟ لا انت اساليني. انا بسأل عشان انا لسه سألك. انت لسه ما فطرتيش ولا ايه؟ كنت حد بتحبه قبل كده؟ كنت حد بحبه قبل كده؟ لا قطعا لا. قطعا لا. طيب عشان الخيانه ليها صور كتيره. خيانه كذب. ممكن نكذب عليكي، فاهماني؟ يعني مثلا اقول مش عارف ايه وبتاع، او مثلا انا هنا ولا انا جيت كذبت عليكي انا هنا. مش شرط يكون بحب عليك واحده ثانيه. أيوة. بس انا كدبت عليك، هي خيانه بالظبط، ليها صور كتير جدا. بس انا طب انت بتشوف الشخص الخاين اللي هو اللي بيخون اي نوع بقى من انواع الخيانه انت بتشوفه ازاي؟ خاين. ايوه بتشوفه بيبقى يعني بيبقى راجل، بتشوفه راجل؟ لا اصل انت بصي، انا دلوقتي مثلا مرتبط، طب انا مش هقول لها ليه مثلا؟ يعني مثلا خارج مع صحابي ولا مثلا في حته وانا خارج مع صحابي، انت فين؟ انا نايم. او انت فين؟ انا مثلا هنا يعني مثلا مش في المكان ده، بس انا نايم، انا في البيت، انا في الشغل، عندي مشوار شغل بتاع. طب انت فين؟ لو قلت لها ما هي مش هتعلق لك المشنقه. لو كل حاجه صراحه الدنيا تمشي صراحه وسالكه. ما انا ممكن اكدب عليها تكدب عليا. يعني مثلا ممكن تقول ايه اذا انا في فرح بنت خالتي وهي مش فرح بنت خالتها، يعني مثلا مع صحابه بقى ولاد وبنات والدنيا وداين تو داين. ما هي لو مشيت كدب هتمشي كدب، فاهمه؟ يلا بسم الله. طولك كام؟ بصراحه 158. 158 راضي عن الطول ده؟ بص هو عايزه اقول لك على حاجه، اقول لكم يا جماعه يعني عن حاجه. احكي بقى، احكي، المايك معاكي، حدينا معاكي. الطول في البنات انا مش بحبه، يعني انا ما احبش ان انا اكون طويله قوي، لا يعني البنات. لا هو مش الطول اوفر برضه. يعني انا عاجبني طولي. ايوه صح. يعني انا ما بحبش الطول عامه، يعني انا طولي اللي هو ولا يعني ما بحبش الطول، يعني تبقى كويسه يعني. مش قصدي، ما مش للدرجه دي يعني ولا طويله ولا قصيره. ماشي بس لا ماشي. انا طويله بس مش طويله. طب ما انت على فكره في بين البنات. ايوه ما انا مش طويله قوي اللي هو الطول مثلا، اللي هو الطول في البنات مش حلو يعني خالص، ولا قصيره اللي هو قزمه، لا وسط. لا انت وسط بس كده. يلا اديني بقى، اديني. انا كل ده لحد كلنا ما شاء الله صراحه. اكتر مين هو اكتر يوتيوبر بتحبه على اليوتيوب؟ اكتر يوتيوبر بحبه على اليوتيوب واحد في مجالنا بس. لا عايزه واحد بس. هم ممكن اقول اتنين عشان الاتنين بحبهم. لا واحد بس. في واحد في مجالنا اللي هو بتاع الريفي فود اللي هو عمرو شريف. طبعا انا بحبه بصراحه، صادق كده عمرو شريف طبعا. محتوى برضه ريفي فود وكده، وما شاء الله عليه دلوقتي فاتح دلوقتي قناه بودكاست. ايوه ماشي. اللي بعده انا بقى بسم الله. في حد من صحابك قبل كده حسيتي من ناحيته بالخذلان؟ يعني خذلك قبل كده؟ حد من صحابك؟ كم واحد او كم واحده؟ ايه ده؟ بتفكري كتير كده؟ يعني اللي كنت بعتبرها صاحبتي قوي يعني واحده، يعني كنت بعتبرها صاحبتي، كنت بعتبرها زي اختي يعني، فهي واحده. بس مش هينفع اقول اسم. لما انا عارفه خلاص. فايه؟
ايه؟ فخذلتك. اه فمتضايقة أوي. لا عادي. انا بص اقول لك على حاجه، هل مؤثر فيك لحد دلوقتي ولا لا 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 لا, لا سكيب؟ انا من النوع اللي انا يعني بنسى يعني ما عملت سكيب؟ بحبش. ما بحبش ان انا اقعد افكر كتير، بس مجرد ان انا خلاص عرفت ان هي عملت معايا موقف مش كويس خلاص فانا اكس يعني. بس خلاص. بس مش هينفع طبعا. لا انا ما قلتش قولي اسم، انا بقول لك في حد، يعني انت بتقولي واحده مش كذا حد. لا لا اصل انت فكرت كتير. انا عندي صحاب كتير بس أيوة ماشي. كصحبه خذلتني. انا كنت مش متوقعه يعني منها مثلا عشان هي قريبه منك. طب لا حد بقى ايه مش قريب منك وخذلك؟ ما بيهمنيش، ما بيأثرش فيا. فده اثر. لا قلبي ده اللي اثر. لا ولا اي حاجه، بس خلاص عرفت يعني عرفت اللي فيها فبعدت بقى. ولما بعدتي خلاص بقى، ما انا خلاص زعلت يعني فتره. طبعا انا يعني كنت متعوده على الحد ده معايا على طول وباستمرار، فاصبح ان انا حياتي مش هو الحد ده مش موجود معايا، فخلاص تمام كله خير. يبقى شايف بصي يا شيخه ده انا بتنهد. شفت قصه مأساويه حزينه. خزان احزان. يلا انا بقول لك كم مره ايوه ارتبطت. كم مره ارتبطت؟ انت بتفكر؟ الحكايه بدات من سنه 1990. ما كنتش انت لسه اتولدت اساسا ولا انا. من سنه 80. لا يعني مرتين. اقربهم من قريب ولا من بعيد؟ اقربهم؟ لا اقربهم من دلوقتي. ليه من بعيد؟ ايوه يعني بقالها قد ايه؟ ياه من اولى جامعه. ايوه خلصت ولا لسه شغاله؟ والله يا بنتي بص يعني مش عارف والله اقول لك ايه. لا خلص خلاص. بس يعني مفيش احتمال ترجعوا لبعض جدا؟ لا هو في احتمال. طب بس هي خلصت. لا ما انا عايزه افهم يا جماعه يعني ايه في احتمال ويعني ايه ممكن. بس عارفه انت الولد اللي جه معاه وقال لي بروشي وقال له يعني انت عملت كده؟ والله انا عملت. ولا انت ما عملتش؟ لا اسمها ايه بقى؟ لا ما عملت. لا مش هينفع. لا لازم لا انا السؤال ايه؟ لا يا ماما السؤال ايه؟ عايزه اسمها. لا ايه مكتوب كده؟ مش مكتوب في الورقه. مش لازم. انا محامي واقول لك احتاج. لا مش لازم. لا يا ماما لو كان في الورقه كنت قلت. لا ما ينفعش. لا ايه اللي مش هينفع؟ خلاص يبقى لازم تتعاقب. لا مش مكتوب في الورقه. لا ما هو يا جماعه ما هو السؤال الارتباط يعني بيعمل انكليودد لكل السؤال. يا ولد انت انكليودد. أيوة. كفك. طب والله عشان خاطر انكليودد دي هقولها. حنان على ماما. يا جماعه بيتكلم مع حد عارف كل خباياه. لا مش ينفع. لا خلاص يبقى تتعاقب. طب هتعاقب اعمل ايه؟ انت هتحط لي هتمكيجيني ولا ايه؟ يلا بس يلا. الله انت بتعشي يعني بتحبيني قوي. انا بقى بسم الله. ايه المكان اللي بتحبي تروحيه لما بتحسي بالوحده؟ اكتر مكان بحب اروحه فعلا بجد لما بكون حاسه ان انا متضايقه او مخنوقه او بالوحده زي ما انت قال اي مكان على الميه. اي مكان على الميه؟ يعني مثلا كورنيش نيل اسكندريه اسماعيليه مرسى مطروح. ده كده احنا واقفين على التوب بنرجع ميكروبون. اي مكان يعني. لا اي مكان. اذكر اسم المكان. اي مكان على ميه. يعني اي مكان يعني اي مكان على النيل. يعني احنا في القاهره هنا. انت بتروحي فين؟ ما ينفعش. لا قولي اسم المكان عادي قولي. لا اي مكان على النيل يا جماعه. ايه المكان ما هو ما فيش اللي بتحبيه قوي؟ لا لازم عشان مدينا هقفشك على واحده. لازم اي مكان. يعني مثلا يا جماعه في المعادي في اماكن كتير قوي على الكورنيش. لا قولي اسماء. يعني ممكن مثلا جزيره المعادي بحب اروح اقعد هناك. تمام. اي مكان اي كافيه على النيل يعني قريب كده من النيل احب اروح اقعد قوي هناك. وما تاخدنيش معاكي. خص عليكي ولا هو عشان وحده؟ المره الجايه بقى ولا هو عشان وحده؟ بحب اقعد بقى مع نفسي كده. ممكن اروح هناك واعيط كمان. اقعد بقى من غيري. طب انا بعيط انت تيجي نعمل حفله. انا بعيط انت تيجي. حفله بوكا. يلا انا سالت انت ايه؟ ماشي. مش انا بقول لك انت ما سحرتيش. مين هو الشخص اللي انت عايز تخفيه من حياتك؟ مين هو الشخص عايز تخفيه من حياتي؟ يعني انت عايز الشخص ده مش عايزه في حياتك، يعني زهقت منه لدرجه ان انت خلاص مش عايز تخفيه. مفيش. خد بالك انا شخص محبوب. انا شخص حبوب. الناس كلها تحبني. فاهمه ازاي؟ فما بكرهش لحد الخير.
لا ما بقولش تكره لحد عادي يعني اشوفه ايه يعني، بس كاني مش شايفه يعني، هو مضايقني اشوفه عادي موجود في الحياه. أيوة. بس كاني مش شايفه، ودي بتموت بجد يعني. أنا مثلا انت قاعده قدامي وكان في بينا كلام، انت جايه قاعده في قاعده مثلا بس انا مش مديكي اهتمام، فانت قاعده هتقولي لنفسك ايه، هو بيكلمنيش ليه؟ انا كده قتلتك يا ولد انت في مغرز، حطيتها بص على الرجل في مقص يا راجل. فدي بتموت. يا بنتي احنا جامدين قوي قوي قوي. يلا بينا بسم الله. بتخافي من المستقبل وليه؟ وليه دي مش موجوده بس انا هقولها عشان عارف انت مش هتقوليها. بخاف من المستقبل؟ ايوه مش حاجات معينه بخاف من بتخافي من المستقبل ولا لا؟ لا هنا بس ناخد بس جزء. بتخافي ولا لا؟ لو قلت ان انا ما بخافش من المستقبل ابقى انا ما عنديش تفكير. صح طبعا. ليه؟ ومن ايه قصدي؟ ومن ايه؟ بخاف من الحاجات اللي هي بتبقى مفاجاه. تمام. اللي احنا مش بنعمل يعني مش ما بيكونش معمول حاسبينها. حسابه. يعني الحاجات اللي هي بتبقى مفاجاه دي وبتحصل ما ده بيبقى في المستقبل. تمام. بس احنا ما بنبقاش عارفينها، ما بنبقاش عاملين لها حساب. بخاف ان انا يعني اتحط مثلا في موقف مش كويس، ان انا مثلا بخاف ان انا يعني ما انا اكبر. كلنا لا ايه الخوف كده؟ بخاف يعني الواحد لما بيكبر. طب كبرنا وبعدين؟ ما انا ما اعرفش بقى هل انا مثلا هبقى زي ما انا، ولا هل انا هبقى في مستوى اقل من اللي انا فيه. يعني كل ما انت ما بتكبر انت ما بتعرفش ايه اللي ممكن يحصل معاك. نظريه. انت فاهمني؟ نظريه. بس عجبتيني والاجابه حلوه طبعا. حلو. يلا اساليني. ليه بتنسي انك لو انت فعلا ما صححتيش مش فاهم بتنسى على طول. ايه المكان اللي بتحب تروحه لما بتكون زعلان؟ ايه مكان برضو زيك. مكان على الكورنيش. اي مكان على الميه، على البحر او على النيل. يعني انا بحب اسكندريه قوي. فاتي ما رحتهاش، ففي ناس كتير دلوقتي هتضحك. في ناس انا عارفهم هيضحكوا. طبعا انا عارفاهم. انت فاهمه ازاي؟ نفس الناس. بالظبط نفس الناس فهيضحكوا. فطبعا ما بنروحش اسكندريه. فاي مكان على النيل بحس كده. على فكره مش ممكن اروح اقعد. يعني ممكن ما اقعدش. مجرد بس ان انت تشوف المنظر ده بيفرق اصلا. يعني مجرد يا جماعه المنظر بس. ممكن اروح اللي هو النادي بتاع النقابه. النادي اللي هو تبع النقابه بتاعتكم. ممكن اروح اقعد فيه. وده منه تحت على النيل على طول. ايوه. وممكن ما اروحش، ممكن اروح مثلا على الكورنيش عند اسدين اصلا اسلم عليهم وافضل واقف متنح. ايوه هناك الدنيا. على فكره يا جماعه انا عند الاسدين اللي هم اسدين اصلا انا بحس ان دي مصر بجد. انا يا جماعه بحس ان احنا هناك المكان هناك بحس ان هي دي مصر. طريقه الاسدين والصرح اللي هو اللي مبني الطويل قوي دوت بجد، وشكل الميه وشكل النيل. لا ايه ده يا جماعه؟ ده ايه ده؟ لا بجد ببقى هناك ببقى ولازم بقول ايه ده؟ دي مصر، هي دي مصر انا اعرفها. ومش المكان ده بس، الاماكن اللي هي اللي في مصر القديمه، الاماكن اللي هي بتاعت زمان اللي هي في القاهره دي، ايه زي مثلا السيدة زينب، الحسين والسيدة زينب طبعا احنا من السيدة زينب بلدنا، والمسكي كل الحاجات دي والله العظيم. كل الحاجات دي والمعز، كل الحاجات دي هي دي مصر. انا لما بروح هناك ما بكونش عايزه امشي، بحس ان انا في بلدي. انا بحب طب انت عارفه انا اعمل ايه؟ انا شغلت لك في المونتاج موسيقى حزينه عشان كده موسيقى الحنين الى الماضي. يلا اسالي ولا انا اللي اسال؟ انت سالتي. انا سالت صح؟ انت سالت السؤال ده؟ ماشي. يعني ايه يعني مش هحط لك دقيق؟ ده انا ممكن اقلبه في وشك دلوقتي. ايه المواصفات فتى احلامك؟ مواصفات فتى احلامك. مواصفات فتى احلامي. بصوا يا جماعه، انا بصي لا لا اصبري انت لا احنا هنديكي مثلا ايه خمس صفات. 5 صفات. طيب بصوا يا جماعه، 1. مفيش بصوا يا جماعه على طول، اديني كده على طول 1 يلا على طول تيك 1. مواصفات فتى احلامي ده نكتب موضوع تعبير يا جدعان. اول حاجه تمام، يكون متدين. ماشي. يعني يكون بيراعي ربنا في نفسه. تمام. وفي اهله عشان يعرف يراعي ربنا فيه. تمام. الحاجه التانية ان هو يكون يشوفني يعني ان انا حد كده مفيش زيي، حتى لو في احلى مني انا ابقى شيء. يا باشا هو في حد زيك؟ الله يبارك لك. يبقى انا يا باشا هو في حد زيك يا باشا؟ انا بقول برضه
ابقى انا بالنسبه له يعني التوب. تمام. ما بحبش الكذب، ما بحبش الحوارات. انت كده يا بنتي يعني بعدتي عن انت كده قلتي 18. ويكون مستور يا جماعه، يعني يكون كده ربنا فاتحها عليه يعني. ويكون يوتيوبر. ما اعرفش حد يوتيوبر، بس مش شرط يعني. لا ما قلت يبقى نفس المهنه. لا. طب مين انت اسال؟ انا دي ما صحناش برضه. غشيت قبل كده في امتحانات المدرسه. يوه هو طبعا ما غشنا برايس مننا طبعا. يعني احنا على فكره طبعا علشان هو اللي يا جماعه الغش ما فيهوش هزار. انا بضحك بيتفرجوا علينا. في اطفال كمان ممكن تكون بتتفرج علينا وانا بضحك، بس هو يعني اللي يقول لك انا ما غشيتش يبقى كذاب. انت ما غشيتيش؟ انا ما تقوليش مش عارف. لا انا كانت اللجنه بتاعتي يعني كان لازم المكان الترابيزه والكرسي اللي انا هقعد عليهم كانوا بيبقوا في وش الباب. الباب بتاع طب والله مش السؤال كان ليا. والله لما كنت ابقى في امتحان حقوق اقسم بالله اكيد ممكن في ناس من صحابي مش هيشوفوني ان انا اللي كنت بغشش في اللجنه بتاعتي دي. انا هصدق انا كان مسميني اصلا هشام توقعات. ايوه انا كان والله العظيم كان بيتوقع الاسئله اللي هتيجي في وكنت اعملها ملازم، وكنت اعملها حاجات صباحها بقى على سناتر ولا حاجه. كان العبد لله. فانا اللي كنت بغشش. من تانية لحد رابعه. سنه اولى كنت انا اللي بغش عشان كانت لسه الدنيا جديده. في ثانويه عامه لا طبعا كنت بغش، لان يا جماعه كان سنه 2015 دي وقال له صريح. واللي كان اللي بيتفرج علينا وامتحاناته كانت 2015 اللي النتيجه طلعت على الفطار والناس كلها عارفه كده. نتيجه سنه 2015 على الفطار. عايزه اقول لكم بقى يا جماعه الوقت اللي طلع فيه النتيجه بتاعته على الفطار والله والاذان بيأذن. انا طبعا انا اكبر من هشام. لما هشام النتيجه بتاعته طلعت كنت انا في تانية جامعه باين. فلقيته بقى قاعد قدام الكمبيوتر وبيندهلي ادري النتيجه طلعت. النتيجه طلعت وايه بقى، واحنا كنا في رمضان ايام زي كده. لا بس كان في شهر 8 مثلا. بقى ايه على الفطار، فلقيته هو اصلا ما فطرش وقام بقى وقعد على الكمبيوتر. النتيجه طلعت. قلت له طب النتيجه طلعت وما كنتش على فكره ضربت رقم كلوس، ما كنتش شفت حاجه. ماما بتصلي وبابا بيتوضى. لا ده ماما كانت بتتوضى وبابا كان بيصلي. ماما كانت بتتوضى وبابا كان وانا مش عارفه. رحت خدته كده على جنب. طب ايه النتيجه طلعت. قلت له طب عملت ايه؟ انا نجحت. طب ماشي. طب انت في ايه خضتني؟ طب طالما يا جماعه والله طلعت على الفطار والله، والاذان بيأذن. انا ماليش نفس ان هم كان طبعا قبلها بيومين النتيجه طلعت على اليوم السابع، النتيجه مش عارف ايه وبتاع. فانا كل شويه عمال نخش على اليوم السابع ونعمل ايه ريلود اعاده تحميل لحد ما البتاع فتح. الموقع فتح ايدي بقى قعدت تعمل كده وما فطرناش. يعني مثلا عملت ايه؟ يعني عملت كده ورحت قايم. مالكش نفس بقى وبطنك بتكركب وده يعني يا اما هتروح كده يا اما هتروح كده، وانت المفروض يا تروح كده ملهاش مكان تاني. فاهمين؟ فطلعت طبعا بتوع 2015 لو حد فاجئ عليا فهم عارفين ان كانت الدنيا خربانه. والامتحانات كانت صعبه. كانت صعبه جدا، وكانت في عيال بتنتحر وبتاع. الحمد لله الواحد ربك كملها يعني الحمد لله. وايه غشيت في ثالثه ثانوي. غشيت في ثالثه. هنعمل ايه طيب؟ ما الدنيا كانت بس في اخر يوم والله نزلت اعمل حمام. كان امتحان تاريخ. العيال ماسكه ملازم عمالين يفروا. طبعا 2015 الدنيا دلوقتي لا، ده في كاميرات وفي ليل. طبعا لا الدنيا دلوقتي غير. يلا انا اسالك بقى اخر سؤال. ده اخر سؤال ليه اخر سؤال. بسم الله. اكتر حلم بتحلميه وبتتخضي. اكتر حلم بتحلميه يعني انت بتحلميه كده وبتتخضي منه، وهل بيتكرر؟ مش هتجاوبي؟ لا والله. ايه ده؟ مرعب للدرجه دي؟ لا مش مرعب، بس انا ما بحبش احكي. انت ما بتحبش تقولي الاحلام؟ لا ما بحبش احكي احلام. يعني انا كده صح؟ يعني انا كده صح ان انا سالتك السؤال ده؟ لا بالراحه بس بالراحه. يعني انا كده صح؟ يعني انا كده صح؟ طب الحمد لله. ده هناخد بقى جايزه. استنى عشان في حته هنا ما اتاخدتش. انا ما عملتش فيك كده. لا معلش، ما هو اخر سؤال ما مش هيتكرر. لا بس انا ما عملتش فيك كده. معلش يلا. لا اوعي تنفضي. لا انا ما عملتش فيه كده يا جماعه. ما عملتش. بصوا يا جماعه. بصوا انا عملت فيه ايه. لا ايه الله بصوا بجد. ايدك بتتمد. ده يا عم انا الكبيره على فكره. يا جماعه والله العظيم انتوا شايفين ان هو ممكن الكبيره. انا الكبيره يا جماعه والله. بس عشان ده انا لو حلقتها ابقى في اولى اعدادي يا جماعه. انا ليا فيديوهات هنا من غير ده. لا بتمسحي ايه؟
لا بجد. ممنوع المسح، هعمل تاني. خلاص لا لا ممنوع خلاص المسح. كنت بوص لي هدومي. ما انا ما مسحتش، انا مسحت اهو انا ما مسحتش حاجه. بس هو ما مسحتش ما حاجه. مسحتش حاجه. يلا انت اخر سؤال، ما يمكن ربك يكرمك بالسؤال دوت. بتحب اسمك وليه؟ بحب اسمه ليه؟ هو ده احنا ما جاوبناش قبل كده؟ لا. طيب بحب اسمي، بحب اسمي ليه؟ لان اولا اعرفه ان اسمي هشام. اسمي هشام عامل زي لو انت شفت دخلت كتبتيها عامل السيف. السيف معناه السيف يعني؟ معناه السيف. غير كده كمان انا كنت برضو بتمسح. لا بجد شكل ما ايه شكلك؟ لا امال ايه بقى عقاب؟ عقاب؟ ما انت ما جاوبتش. انا ما بهدلتكش. ماليش دعوه، هو انا كده. عشان انا كنت انا الوحيد في الفصل كان اسمي هشام، ما كانش في حد اسمه هشام تاني خالص غيري. ده من كيجي لحد ثالثه اعدادي. كنت اسمه مميز. من ثانوي، من اولى ثانوي لثالثه ثانوي رحت مدرسه ثانيه عشان المدرسه كانت حتى ثالثه اعدادي. كان الفصل بتاع مثلا كان فيه 5 هشام، وده اكرمني ليه مش هقول. اكرمني في حاجات كتير يعني بجد. هتعملي ايه؟ مش هعمل حاجه. لا عايزه بطبطب على لا انا جاوبت. ايوه انا عارفه. انا جاوبت. ايوه. لا ماشي ايدك. طب نزلي ايدك. اساليني. خلاص كده اخر سؤال. خلاص اسئله خلاص. بجد والله اسئله كلها خلصت. طيب يعني برضو يا بنت خلاص. طب ليه؟ لا لا خلاص. انت بنت لذينه قوي. وعموما بقى يا جماعه وصلنا معاكم لاخر الفيديو. ما تنسوش بقى تعملوا لنا اللايكات والكومنتات والاشتراكات وما تنسوش تدوسوا على زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. قولوا لنا بقى رايكم ايه في الفيديو بتاع النهارده. ودلوقتي بقى حان الوقت ان احنا نقول لكم ايه. باي.